عزيزي المشاهد، في الفيديو ده انا هقول لك على حبه تويكس او تعديلات تعملهم في الجهاز بتاعك سواء كنت ويندوز 11 او ويندوز 10 هتخلي معاك الاداء جبار، ومش بس الاداء عامه، لا هتخلي معاك الاداء في الالعاب بالتخصيص جبار. طبعا عزيزي المشاهد الفيديو ده لو وصل ل 50 لايك احنا هنعمل تويك باك جديده وهنزود تعديلات اكتر في التويك باك دي، وهنعمل فيديو جديد بتويكس اكتر، وكل ده فور فري. تمام، كل اللي انت محتاج تعمله اللايك الجميل وسيب الباقي علينا. فبدون كلام كتير يا عزيزي المشاهد، التويكس دي هترفع معاك الاداء في استخدامك للجهاز سواء كنت بتستخدمه جيمنج وسواء كنت بتستخدمه عادي، وبالخصوص للجيمنج لان هي معموله للجيمرز. وزي ما انت شايف يا عزيزي المشاهد الباك هتبدا معاك بالشكل دوت كده. اول حاجه الكلين اب والبرفورمانس، وبعد كده الانبوت ديلي، وزي ما انت شايف بنفس الترتيب دوت. ولكن يا عزيزي المشاهد الترتيب ده مهم جدا 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 اللي انت تمشي عليه زي ما انا عامله لك كده بالظبط. ولكن على طول بدون كلام كتير خلينا نخش في الموضوع على طول. اول حاجه هتخش على الكلين اب. اول حاجه عايزك تعملها يا عزيزي المشاهد الديفايس كلين اب. ببساطه جدا دوت بينظف الجهاز من الدرايفرز او التعريفات اللي اتعملت مالهاش لازمه على الجهاز وما بقتش تستخدمها. في بعض الاحيان وانت بالك مثلا كتير مسطب نسخه تيجي تفتح النسخه تلاقي مثلا الماوس فاصله مع ان الجهاز شغال، والعيب مش في الكابل ولا العيب في اي حاجه، لا العيب بيبقى في التعريف، وده بسبب تراكم التعريفات. تعريف فوق تعريف فوق تعريف بيخلي الدنيا تضرب عندك. فببساطه جدا البرنامج دوت ممتاز للحوار ده. بسيطه جدا كل اللي انت تعمله اللي انت تدوس سيلكت اول، وبعد كده تدوس سيلكت تاني على كلمه ديفايسز، وبعد كده ريموف سيلكت. ولو مش ظاهره معاك بالشكل دوت كده كل اللي انت محتاج تعمله اللي انت تقفل البرنامج تاني، دوس كليك يمين وبعد كده ران از ادمنستريتور، وبعد كده يس هتدوس على ديفايسز وبعد كده سيلكت اول وبعد كده ريموف سيلكت. الحوار ده انت ممكن تعمله مثلا ممكن كل 3 4 شهور مره، يعني كل ما انت نفسك تجيبك اللي انت تنظف الجهاز ممكن تعمل الحوار ده. وبعد كده عزيزي المشاهد خلينا نخش على التمب فايلز وتمب فايلز الثانيه، ولكن دول مش نفس التمب فايلز. انا عارف ان الكلام غريب، ولكن خلينا نفتح رقم 2، سيبك من رقم 5 دي عشان مش عارف هي ليه معموله كده، ولكن خلينا نفتح التمب فايلز دي بالشكل دوت كده. هتلاقي كده كميه تمب فايلز بسيطه جدا، كل الداتا دي محتاجه تتمسح عشان تنظف من الجهاز عندك وكمان تخفف الجهاز وكمان عشان المساحه. بسيطه جدا كل اللي انت هتعمله تدوس كنترول ايه وبعد كده شيفت ديليت بعد كده يس، وبعد كده هتلاقيها كلها اتمسحت معاك. بعد كده عزيزي المشاهد اخش على التمب فايلز الثانيه، هتفتح معاك بالشكل دوت كده. هتقول لك ان انت محتاج بيرميشن اكسس الفولدر ده، او هتفتح معاك عادي. بسيطه جدا هتدوس على كونتينيو. تمام، هتفتح معاك بالشكل دوت كده. برده هتلاقي تمب فايلز كنترول ايه وبعد كده شيفت ديليت، هتمسحها بالشكل دوت كده. والف مبروك يا عزيزي المشاهد. ولو جابت معاك فايلات مش راضيه تتمسح ببساطه جدا هتعمل اسكيب اول ذيس فايلز. مش شرط ان هي تمسح كل الفايلات، خلي بالك عشان في ساعات بيبقى فيه فايلات تمب ابلكيشنز عندك على الجهاز بتستعملها. ورابع حاجه يا عزيزي المشاهد معانا هي الديسك كلين اب. بسيطه جدا تدوس عليها دبل كليك بالشكل دوت كده وتيجي معاك بالشكل دوت كده. عايزك تدوس على كلين اب سيستم فايلز. تمام، بالشكل دوت كده. هتستنى لحد ما تفتح معاك تاني. تمام، ولكن هتفتح لك اوبشنز اكتر. بسيطه جدا عايزك تحدد كل الفايلات بالشكل دوت كده. دي كلها فايلات تمب عندك على الجهاز ملهاش لازمه، خلي بالك انت ممكن تلاقي بالجيجات عندك على الجهاز. فبسيطه جدا هتحددهم كلهم، وبعد بسيطه جدا يعني هتدوس على اوكي وتستنى لحد ما يمسح لك الفايلات دي. هتدوس على ديليت فايلز وتستنى لحد ما يمسحهم، ومش هياخد معاك وقت يعني ما تقلقش، الا لو انت عندك فايلات كتير. وببساطه جدا كده يعتبر مسحهم. خلينا عزيزي المشاهد بعد كده نخش على التيك بايتس كاش كلينر. تمام، ده ببساطه جدا باتش فايل كده صغير احنا عاملينه عشان يمسح الكاش كلينر، او بمعنى الاصح ينظف لك الجهاز كده ويخليه لك كلين بمعنى كلمه كلين. بسيطه جدا عشان تعرف كل اللي جواه هتدوس كليك يمين شو مور اوبشنز وتدوس على كلمه اديت. هيفتح معاك بالشكل دوت كده. لو انت عايز تتفرج على الكود او السكريبت، طبعا ده اوبن سورس فانت ممكن تتفرج على اي حاجه انت عايزها. زي ما انت شايف بيمسح التمب فايلز، البريفيتش فايلز، وعندك بقى الهيستوري والكوكيز والريسنت والبرنترز في السبول اللي هي البرنترز او التعريفات المتراكمه او الاوردرز بتاعت البرنترز. تمام، يعني ليله كده كبيره. بسيطه جدا كل اللي انت عايز تعمله هنا اللي انت تقفل دوت كده وتدوس كليك يمين وران از ادمنستريتور. تمام، وبعد كده يس وتسيبه ينظف الجهاز عندك بالشكل دوت كده. هو بيمسح كده الفايلات اللي ملهاش لازمه، ما تقلقش من اي حاجه. وزي ما قلت لك هو اوبن سورس تقدر تتفرج على السكريبت بتاعه. لو انت مش فاهم حاجه منه بسيطه جدا ممكن تقول لي على الديسكورد او تقول في الكومنتات او اشرح لك الحاجه دي بتمسح ايه بالتفصيل. ولو انت مش عايز تسالني خش اسال شات جي بي تي، صدقني هيدي لك معلومه جامده من الاخر. شات جي بي تي بقى جامد يا جماعه. تمام، وبعد كده اخر حاجه هنروح ليها هو التمب كلينر. هتفتحه بالشكل دوت كده. ببساطه جدا ده ابلكيشن كده صغير جامد جدا. الابلكيشن ده يا جماعه بيمسح التمب فايلز. هتقول لي طب وايه الجمدان في كده؟ بسيطه جدا خليني افتح لك التمب فايلز بالشكل دوت كده وخليني اعمل نيو فولدر بالشكل دوت كده. يس بالشكل دوت كده. كل اللي انا هعمله خلينا نجيب ده كده نصغر دي كده سنه كمان. كل اللي انا هعمله يا عزيزي المشاهد ان انا هدوس على البرنامج كده كليك يمين وران از ادمنستريتور وبعد كده يس
وزي ما انت شايف عزيزي المشاهد مسح التمب فايلز. طيب البرنامج ده ايه لازمته؟ ما انا لسه مسح التمب فايلز. عزيزي المشاهد احنا هنحط البرنامج دوت في الستارت اب، يعني انت اول ما تفتح الجهاز البرنامج دوت يمسح لك التمب فايلز، انت كده الجهاز بتاعك نضيف دايما. يعني انت اول ما تفتح الجهاز هيبدا يمسح لك التمب فايلز عشان تبدا الجهاز على نظافه. هنعملها ازاي؟ بسيطه جدا، هتيجي عند الستارت سواء ويندوز 10 او ويندوز 11 عادي جدا، وبعد كده هتختار ان ران، وفي الران هتكتب معايا الكلمتين دول شيل نقطتين ستارت اب بالشكل دوت كده. وبعد كده عزيزي المشاهد هتاخد البرنامج دوت كوبي وتروح تحطه هنا كنترول في، وبس كده عزيزي المشاهد. كده انت اول ما تفتح الويندوز او اول ما تفتح الجهاز هتلاقي ان البرنامج ده اشتغل لوحده ومسح لك كل الفايلات بدون اي حوارات. وبعد كده عزيزي المشاهد اقفله، مش محتاجين منه اي حاجه، وكده انت خلصت الكلين اب. انت ممكن تعمل الكلين اب ده كل فتره لما تحب، مش لازم تعملها دوريا يعني. وبعد كده عزيزي المشاهد هنيجي على التويكس الثانيه وهي الجنرال برفورمانس. تمام، هتفتحها بالشكل دوت كده. بسيطه جدا يا عزيزي المشاهد، دي حبه تعديلات تقدر تعملها في النسخه بتاعتك هتحسن معاك الاداء بشكل عام او بوجه عام. اول حاجه مثلا زي الجيم بار، بسيطه جدا هتقفله بالشكل دوت كده، وعندك الترانسبيرنسي افكت نفس الكلام هتقفله بالشكل دوت كده. كلها حاجات لذيذه جدا، ولو انت عايز تعمل المود بتاعك لايت او دارك ممكن تعمله هنا برضه. وبعد كده هتيجي عند البوز ابديتس بالشكل دوت كده. تمام، هتيجي عند البوز ابديتس بسيطه جدا ممكن تخليها بوز فور 5 ويكس. واهم من الابديتس اللي انت تيجي عند كلمه ادفانسد اوبشنز، وبعد كده هتيجي عند ديليفري اوبتمايزيشن، وبعد الديليفري اوبتمايزيشن برضه ادفانسد تاني، وبعد الادفانسد عايزك تعمل ليميت للباندويتس اللي انت بتعمل بيها داونلود للابديتس بتاعت النسخه، عشان ما تلاقيش ابديتس شغاله في الباك جراوند وانت النت مسحوب وانت مش عارف ايه، تلعب اللعبه تلاقي البنج عالي وانت مش عارف البنج عالي ليه. بس انت كده كل اللي عايزك تعمله ان انت تكتب 0.01 او 0.1. نفس الكلام هتاخد ده الكلام ده كده كوبي تحطه بيست هنا نفس الكلام كده. انت عملت للابديتس في الباك جراوند والفور جراوند بالشكل دوت كده. وكده عزيزي المشاهد كده انت مش محتاج اي حاجه هنا غير اللي انت تقفل دي وتكمل معايا عادي جدا. ورابع حاجه معاك هي المايكروسوفت ستور الابديتس بتاعت الابلكيشنز. هتيجي عند علامه الايكون بتاعه اليوزر بتاعك هتدوس عليها بالشكل دوت كده، وبعد كده سيتنجز، وبعد كده الاوتو ابديتس ببساطه جدا هتقفلها بالشكل دوت كده. تمام، وهتقفله مش محتاجين منه اي حاجه تاني. المابس نفس الكلام هتقفلها بالشكل دوت كده. استنى بس لحد ما تحمل معانا. هتيجي عند كلمه ماب ابديتس هتفتحها بالشكل دوت كده، وبعد كده تيجي عند كلمه ابديت اوتو هتشيل التشيك بوكس بالشكل دوت كده. بس ده كل اللي انا عايزك تعمله. وبعد كده هتيجي عند ديسيبل هايبرنيت ببساطه جدا كليك يمين ران از ادمنستريتور، بعد كده يس. لو انت عايز تعرف الهايبرنيت ده ايه السكريبت اللي جواه ببساطه جدا اديت، وهتلاقي كل حاجه مكتوبه هنا. تمام، وبعد كده هتيجي عند الريبيرد برفورمانس كاونترز، ودي هتحسن معاك اداء المعالج. تمام، هتلاقيها بالشكل دوت كده نفس الكلام برضه. تمام، فتدوس كليك يمين ران از ادمنستريتور وبعد كده يس، وبعد كده هتلاقي ان هو سكسسفول هتدوس على سبيس عشان تقفله. وبعد كده تيجي عند الباك جراوند ابس بسيطه جدا عند كلمه انستولد ابس بالشكل دوت كده، وتبدا تمسح الابلكيشنز اللي ملهاش لازمه معاك في النسخه. وخلي بالك احنا كنا عاملين طريقه اللي انت ازاي تمسح الابلكيشنز في البلوت نوزي، ممكن تستعملها اللي انت تمسح الابلكيشنز افضل من الطريقه دي. هسيب لك لينك الفيديو دوت فوق في الديسكربشن. تمام، او هتلاقيه فوق ظهر لك فوق دلوقتي. بسيطه جدا ممكن تعمل على الثلاث نقط دول وتدوس انستول، ولكن انا بفضل ان انا استعمل البلوت نوزي فمش هستعمل دي. وبعد كده عزيزي المشاهد هتيجي عند ويندوز سيتنجز تويكس هتفتحها بالشكل دوت كده لو انت عايز تشوف برده السورس كود اديت. وفي الويندوز سيتنجز تويكس هتلاقي حاجات زي الباور سلوترنج والوين نتورك ثروتلينج. حاجات زي دي بتحافظ على الاداء معاك مستقر في الالعاب، بدل ما تلاقي الالعاب مثلا الاداء بتاعها مره واحده في دروبات بتحصل انت مش فاهم ليه. بسيطه جدا حبه التويكس دي هتعدل معاك الاداء. فبسيطه جدا كل اللي انت هتعمله اللي انت هتدوس على كليك يمين وبعد كده اوبن وبعد كده يس وبعد كده يس تاني وبعد كده التويكس دي اتطبقت وبعد كده ريموف ستارت اب ابس. كل اللي انت هتعمله هنا عزيزي المشاهد كل الستارت اب ابس هتبدا تقفلها زي المايكروسوفت وان درايف. وخلي بالك احنا حاطينا التيمب كلينر في الستارت اب ابس، فزي ما انت شايف هو ظاهر معانا هنا. فهتقفل دي مش محتاجين منها اي حاجه تاني غير لو انت عندك ابس كتير او ابلكيشنز كتير. وبعد كده الريستارت ابس اوف هتفتحها بالشكل دوت كده، وهتتاكد يا عزيزي المشاهد ان سيف ماي ريستارتابل ابس معمول لها اوف بالشكل دوت كده. وبعد كده عزيزي المشاهد هتيجي عند السينك للسيتنجز بتاعتك برضه هتقفل السينك سيتنجز دي في حاله واحده هتظهر معاك لو انت عامل لوجن للمايكروسوفت اكونت. ببساطه جدا عايزك تقفل ريمبر ماي ابس وريمبر ماي برفورمانس، هتقفل كل الحاجات دي. تمام، يعني بالمعنى الاصح هتعمل دي اوف وهتعمل دي اوف زي ما هي معموله كده، ولكن دي هتظهر معاك في حاله واحده بس اللي انت تكون مفعل مايكروسوفت اكونت او عامل لوجن بمايكروسوفت اكونت. وبعد كده ديسيبل اوف ذا اب بيرميشنز هتروح على البرميشنز بالشكل دوت كده، وبعد كده هتروح على الجنرال بالشكل دوت كده، وبعد كده هتقفل كل الاوبشنز دي بالشكل دوت كده، وبعد كده ترجع تاني السبيتش تتاكد ان هي مقفوله، وبعد كده عزيزي المشاهد تروح على الانكينج نفس الكلام هتقفله.
تمام بالشكل دوت كده. وبعد كده الفيدباك برضو هتقفلها، والاكسبيرينس دي برضو هتقفلها بالشكل دوت كده. وبعد كده هتدوس على ديليت دايجنوستيك داتا، تدوس عليها بالشكل دوت كده، وبعد كده تدوس ديليت. والفيدباك فريكونسي بسيطه جدا هتعملها نيفر بالشكل دوت كده. تمام. وبعد كده هترجع تاني على البرايفسي والسكيورتي، وبعد كده الاكتيفيتي هيستوري نفس الكلام هتقفلها كده بالشكل دوت كده. وبعد كده تدوس على كلير هيستوري، بسيطه جدا دوت عشان تنظف الجهاز بتاعك، وكمان عشان ما يفضلش يخزن او يبقى في بروسيس شغاله على المعالج بتاعك في الباك جراوند وانت مش عارف ليه. وبعد كده هتيجي عند السيرش بريميشنز بالشكل دوت كده، وهتنزل تحت شويه لحد ما تلاقي الكلاود كونتنت سيرش، بسيطه جدا هتقفل كل الكلام ده، والهيستوري والهايلايتس بالشكل دوت كده. تمام. وبعد كده عزيزي المشاهد هتنزل تحت شويه هتلاقي الاب بريميشن، ممكن تتشيك للبريميشنز اللي انت عايزها، مثلا زي الكاميرا انت عايز تحدد ابلكيشنز يبقى لها اكسس للكاميرا بتاعتك او لا. ببساطه جدا حاول ان انت تقفل بقدر المستطاع الحاجات اللي انت مش هتستعملها زي الكونتنتس، الكالندر، الفون كول. بسيطه جدا كل اللي انت هتعمله هنا اللي انت تحدد اي حاجه زي دي مثلا، وهتقفل بالشكل دوت كده. وعشان احنا ما نطولش الفيديو انت دي تعملها مع نفسك. وبعد كده هتيجي عند كليك ادجست فور بيست برفورمانس، هتدوس عليها دبل كليك بالشكل دوت كده، وتدوس على كلمه ادجست فور بيست برفورمانس، وبعد كده تدوس على ابلاي. وبعد كده هتدوس دروب شادوز وسموث ايدج في سكرين فونتس بالشكل دوت كده لو الشكل بتاع الجهاز حاليا ما عجبكش. تمام. لو انت الدنيا تمام خلاص تمام، مش تمام تعمل بس الاوبشنين دول. تمام. وبعد كده تدوس على ابلاي، هتلاقي ان الكلام واضح معاك عادي جدا. تمام. وممكن برضو تفعل السبنيلز انستيد اوف ايكونز، ودي عشان لو انت عندك صور او اي حاجه او فيديوهات يبدا يوريك لقطات من الفيديو بدل ما يوريك الايكونز بتاعه الابلكيشن. فبسيطه جدا يعني من الاخر دول افضل 3 اوبشنز او 3 اوبشنات تقدر تفعلهم في البرفورمانس. بعد كده تدوس على ابلاي. عزيزي المشاهد هتيجي عند ديسيبل ستارت اب ابس، هتدوس عليها دبل كليك بالشكل دوت كده، هتفتح معاك التاسك مانجر، هتروح على ستارت اب ابس بالشكل دوت كده، وتبدا تعمل ديسيبل لاي حاجه انت مش عايزها. احنا كنا لسه عاملينها فمش هنعملها تاني. خلي بالك ان في واحده بتنفع لويندوز 10 وواحده بتنفع لويندوز 11. وبعد كده عزيزي المشاهد هتيجي عند ريموف انبوت ديلي. تمام. اول حاجه هتيجي عند الديفايس مانجر، وهتفتح الديفايس مانجر بالشكل دوت كده، وعايزك تركز معايا يا عزيزي المشاهد سنه في الحوار ده. ولكن يا عزيزي المشاهد انا بدور على حاجات بقالي فتره مش موجوده هنا. تمام. فعلا اعتقد ان انا هجيب النسخه الاصليه بتاعتي واوريك الحاجات اللي انت المفروض تعملها ديسيبل، لان انا مش لاقي زي الهايبر سيشن ايفنت تايمر، انا مش لاقي هنا، فمش عارف الموضوع ويرد شويه على الفيرتشوال ماشين. فبسيطه جدا خليني اخرج من الفيرتشوال ماشين دي واجيب لك الجهاز بتاعي. زي ما انت شايف عزيزي المشاهد خلينا نفتح الديفايس مانجر عندي بالشكل دوت كده. اول حاجه عزيزي المشاهد عايزك تروح على هيومن انترفيس بالشكل دوت كده، هتلاقي كلمه هيد كنترول الديفايس، اي حاجه هيد بسيطه جدا هتقفلها. تمام. اللي هي بالشكل دوت كده، ما تجيش ناحيه بيت الحاجات لان دي ممكن تسبب لك مشاكل في النسخه. انا الصراحه مش عارف انطق الاسم، فانت زي ما انت شايف اعمل كوبي للسيتنجز اللي عندي بالظبط. وبعد كده عزيزي المشاهد هتنزل تحت شويه لحد ما تيجي عند النتورك ادابترز، وزي ما انا قلت لك لو انت بتستعمل الواي فاي اقفل الايثرنت، لو انت بتستعمل الايثرنت اقفل الواي فاي، ولكن انا بستعمل كل حاجه هنا فانا محتاجه. تمام. وبعد كده عزيزي المشاهد هتيجي عند السوفت وير كومبوننتس، زي ما انت شايف انا قلت لك بقى في 3 اوبشنز او 4 بسيطه جدا هتقفلهم زي ما انا قلت لك. وبعد كده السوفت وير برده هتقفلهم بالشكل دوت كده. وبعد كده هتيجي عند السيستم ديفايسز بالشكل دوت كده، هتيجي تقفل الهاي ديفينيشن اوديو والهاي بريسيشن ايفنت تايمر، وهتنزل تحت شويه لحد ما تجيب السيستم تايمر واليو ام باس روت باس. تمام. مش عارف انا نطقت اسمه صح ولا لا، بسيطه جدا هتقفلهم. وبعد ما قفلت دول كده انت مش محتاج تقفل اي حاجه تاني، هي دي ببساطه جدا الحاجات الديفايسز اللي انت هتقفلها عشان تحسن معاك الانبوت ديلي او ما يبقاش في ديلي في الالعاب عندك. تمام. بسيطه جدا يعني. خلينا بقى نرجع للفيرتشوال ماشين بتاعتنا. بصراحه مش عارف ليه الحاجات مش ظاهره على الفيرتشوال ماشين، هبقى اشوف الحوار ده بصراحه. فزي ما انت شايف كده احنا عملنا السيتنجز بتاعت الديفايس مانجر. وبعد كده هتيجي عند ديسيبل ريجستري فايلز، هتفتحها بالشكل دوت كده، هتلاقي شويه ريجستري فايلز. كل اللي عايزك تعمله اللي انت تحدد كل دوت وتدوس عليه رن او اوبن بالشكل دوت كده. تمام. او تدوس عليه ميرك اللي انت عايزه. فخليني افعلهم واجي لكم تاني. وبعد ما فعلتهم عزيزي المشاهد كل اللي انت تعمله اللي انت عايز تعرف انت عندك 8 جيجا رام او 16 جيجا رام، هتفتح التاسك مانجر بالشكل دوت كده، تدوس على كلمه برفورمانس وتشوف انت عندك كام جيجا رام. لو انت عندك 8 هتفعل ال 8 جيجا رام، لو انت عندك 16 هتفعل ال 16 جيجا رام. وخلي بالك الاوبشن دوت لل 8 جيجا رام وال 16 جيجا رام بس. لو عايز تشوف هو بيعمل ايه بسيطه جدا اديت وهتشوف هنا هو بيعمل ايه. فده بس لل 8 وال 16 جيجا رام. تمام. لو انت عندك حاجه غير كده سكيب الفايل ده ولا كانك شفته. وبعد الريجستري فايلز عندك اللو ليتنسي، هتفتحها بالشكل دوت كده. اول
اول حاجه معاك عزيزي المشاهد تعمل ديسيبل للهايبر في بالشكل دوت كده ران از ادمنستريتور، وبعد كده يس كده انت مش محتاج اي حاجه. وبعد كده عزيزي المشاهد هتلاقي في ريج فايل فيه شويه تويكس وتعديلات بالشكل دوت كده. لو دوسنا اديت هتلاقي برده شويه تعديلات للليتنسي والتاخير. تمام، دي هتظبط معاك الاعدادات في الالعاب والليتنسي. بسيطه جدا، كليك يمين شو مور اوبشنز ميرج بالشكل دوت كده، وبعد كده يس. وبعد كده عزيزي المشاهد تيجي عند السيرفيسز بالشكل دوت كده، ودي ببساطه جدا كميه سيرفيسز انت مش هتحتاجها، او زي ما تقول كده خدمات او السيرفيس بتاعه النسخه. بسيطه جدا، لو دوست كليك يمين رن وكتبت السيرفيسز دوت ام اس سي هيفتح معاك خانه السيرفيس بالشكل دوت كده. بسيطه جدا، بدل ما تروح تدور عليهم وتروح تعمل لهم ديسيبل واحده واحده زي مثلا الاكس بوكس والويندوز سيرش والحاجات دي كلها، بتسحب من الديلي بتاع النسخه وبتخلي النسخه ابطا. فببساطه جدا بدل ما تقعد تقفل فيها واحده واحده، انا هعملها لك بسيطه جدا، ان انت تروح على الباور تشيل بالشكل دوت كده، كليك يمين رن از ادمنستريتور، وبعد كده يس، وبعد كده تاخد التكست دوت كده كنترول سي وتحدده كله، وبعد كده كنترول في، وبعد كده دوس انتر. ولو جات لك سيرفيس زي مثلا التابلت انبوت ديفايس دي مش موجوده عندك على الجهاز، فما تقلقش من اي حاجه، هي كده مش موجوده. فلو ظهرت معاك اي حاجه حمراء بالشكل دوت كده لا تقلق من اي شيء. تمام كده عزيزي المشاهد، تكون انت عملت ديسيبل للسيرفيسز اللي ملهاش لازمه. فخلينا مثلا نعمل اكشن، خلينا نعمل ريفريش بالشكل دوت كده، وخلي بالك اللي انت عملت في الستارت اب. طيب خلينا ننزل كده شويه، هتلاقي في شويه تويكس تعمل لها ديسيبل بالشكل دوت كده، او شويه سيرفيسز تتعمل لها ديسيبل من الفايل اللي احنا عاملينه. تمام، ما تقلقش السيرفيس دي مش هتاثر معاك في اي حاجه، بالعكس هي هتسرع معاك اداء الجهاز. وبسيطه جدا كده احنا مش محتاجين اي حاجه. وبعد كده هنخش على كريستايتس، ودي برضو تول جامده جدا ان هي تحسن معاك اداء الجهاز. بسيطه جدا، هتفتح الباور اتشيل بالشكل ده وكده، كليك يمين ران از ادمنستريتور، وهتدوس كنترول في، وبعد كده هتدوس انتر. هتبدا تحمل معاك الاداء بالشكل دوت كده، هتستنى لحد ما تحمل وتفتح معاك. هتفتح معاك بالشكل دوت كده. كل اللي انت محتاج تعمله تروح على كلمه تويكس، وبعد كده هتروح على الستاندرد، وبعد كده هتدوس على الران تويكس. تمام، وهتستنى لحد ما الاداء تخلص معاك التويكس بالشكل دوت كده. تمام، هو اوريدي بيعمل ريستور بوينت، فالراجل كتر خير ان هو بيعمل لنا ريستور بوينت، وهتسيب الاداه تعمل التويكس الخاصه بيها وتظبط لك الجهاز بالشكل دوت كده. بعد ما تجيب لك تويكس ار فينيشد بالشكل دوت كده، كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تقفل الاداه، مش محتاجين منها اي حاجه تاني. وكده انت خلصت اللو ليتنسي. وبعد كده السيستم كونفيجريشن هتفتحها بالشكل دوت كده. كل اللي عايزك تعمله ان انت تروح على كلمه سيرفيسز وهايد اول مايكروسوفت سيرفيسز، وتقفل اي سيرفيس هنا انت مش بتستعملها، ولكن النسخه دي عشان فريش ما فيهاش اي حاجه. فبسيطه جدا تدوس على ديسيبل اول وتبدا تفتح السيرفيس اللي انت هتستعملها بس، زي السيرفيس بتاعت نيفيديا او اي ام دي، او حتى الالعاب زي فانجارد. خلي بالك ان الحته دي كريتيكال شويه، عشان ممكن تبوظ لك شويه حاجات عندك. مش هتبوظها، هتلاقي في خدمات او برامج ما بقتش تشتغل او حصل معاك الموضوع ده. بسيطه جدا برضو، هتيجي عند السيستم كونفيجريشن سيرفيسز وهتعمل انيبل اول لو انت مش عايز تعمل الموضوع ده. الموضوع دوت ادفانسد شويه، كنا عاملينه برضو في فيديو البروت نوزي في اللي انت تعمل ازاي تنظف النسخه بتاعتك. هسيب لك برضو الفيديو دوت فوق، روح بص عليه صدقني هيفيدك مع الفيديو ده. بسيطه جدا دي الانبوت ديلي. بعد كده السي بي يو تويكس، بسيطه جدا تخش على انتل، وبعد كده هتخش على البايوس، وبعد كده تخش على انتل. بسيطه جدا يا عزيزي المشاهد، هتروح على البايوس وهتعمل ادفانسد سي بي يو سيتنجز، وبعد كده في الكونفيجريشن هتدور على الاعدادات دي وهتعملها زي ما هي مكتوبه كده بالشكل دوت كده. وبعد ما عملت تعديلات البايوس يا عزيزي المشاهد، هتقفل الفولدر ده وكده تخرج منه، وبعد كده هتخش على الرام تويكس. بسيطه جدا، اول حاجه هتعملها عزيزي المشاهد اللي انت تعمل انيبل للاكس ام بي لو انت مش مفعله عندك على البايوس. زي ما انت شايف الاكستريم ميموري اكس ام بي هتبدا تفعله بالشكل دوت كده، وبرده هتلاقيني قلته لك في التعديلات بتاعه البايوس. فده اول حاجه تبدا تفعلها عشان يبدا معاك تردد الرامه يبقى زي ما هو، او زي ما تقول كده التردد الحقيقي للرامه او للرامات اللي انت شاريها. وبعد كده هتدوس على رام تويكس، كليك يمين ران از ادمنستريتور، وبعد كده يس. وبعد كده الجي بي يو تويكس، هتروح على النيفيديا جي بي يو تويكس، وبعد كده هتعمل دي دي يو يوز فيرست. اول حاجه الدي دي يو دوت يا عزيزي المشاهد هتمسح تعريف كارت الشاشه اللي عندك الحالي. بسيطه جدا، هتدوس على الدي دي يو هتفتحه بالشكل دوت كده، دبل كليك عليه مرتين، وبعد كده يس، بعد كده اوكي كلوز مش هتجيب منه اي حاجه. وبعد كده هتدوس على الجي بي يو، وبعد كده هتحدد الديفايس نيفيديا، وبعد كده عزيزي المشاهد تدوس على كلين اند ريستارت. وبعد ما تعمل كلين اند ريستارت، طبعا انا هنا شغال فيرتشوال ماشين فالموضوع ده مش هينفع عليه، تمام، ولكن انا هشرح لك انت تعمل ايه بالظبط. بعد كده تروح على الدرايفر، وبعد كده هتختار برنامج النيفيديا كلين انستول بالشكل دوت كده، وبعد كده تدوس يس. هيفتح معاك بالشكل دوت كده،
ولكن عزيزي المشاهد اول ما يفتح معاك طبعا انا على فيرتشوال ماشين، فكارت الشاشه انفيديا بتاعي مش متعرف هنا، فهنضطر نخرج من الفيرتشوال ماشين. فخلينا عزيزي المشاهد بعد ما خرجنا من الفيرتشوال ماشين كده كل اللي انت تعمله خلينا نفتح التويكنج باك، وبعد كده نروح على الجي بي تويكس، وبعد كده انفيديا خلينا نخش على الدرايفر، وبعد كده نختار انفيديا كلين انستول عشان ابقى اشرح لكم شرح بالظبط على الجهاز بتاعك. اول حاجه هتختار انستول بيست درايفر، وبعد كده نيكست، وبعد كده عزيزي المشاهد كل اللي عايزك تحدده انت تختار انفيديا فيزيكس بالشكل دوت كده، وبعد كده تدوس على نيكست، وهيبدا ينزل معاك الدرايفر بالشكل دوت كده. هتسيبه لحد ما ينزل الدرايفرز، وهنعمل بعد كده شويه تويكس او تعديلات على الدرايفر بتاع نيفيديا ذات نفسه عشان يدينا معانا اداء اكتر، وكمان يتشال التليمنتري والداتا اللي بتاخدها نيفيديا، وكمان زي ما تقول كده الداتا اللي بتسحبها منك وانت بتلعب الالعاب، فبتقلل معاك من البرفورمانس وبتقلل الاف في اس. فهنستنى لحد ما يخلص معانا الدرايفر دوت اللي هو ينزل الدرايفر، فهتسيبه لحد ما ينزل لك الدرايفر، وبعد كده هقول لك تعمل ايه. ورجعت لك تاني عزيزي المشاهد بعد ما نزل او خلص التعريف. اول حاجه عايزك تعملها ان انت تعمل ديسيبل للتليمنتري، وبعد كده برفورم كلين انستوليشن، وبعد كده هتنزل تحت شويه ديسيبل انسل، وبعد كده شو اكسبيرت تويكس، وبعد كده disable driver telemetry، وبعد كده enable message signaled interrupts هتدوس عليها بالشكل دوت كده. الانتربت بايورتي هتخليها على هاي، وهتختار disable HDCB، وبعد كده هتدوس على use method compatible with anti cheat، وبعد كده auto accept drive unassigned warning بالشكل دوت كده، وبعد كده تدوس next، وهتسيبه يعمل كل التويكس دي في الدرايفر اللي انت هتنزله دوت. عايز اقول لك ان دوت بيبقى افضل مليون مره ما تنزل درايفر رسمي من على نيفيديا. هو ده درايفر رسمي بس ده متعدل عليه حاجات، مش متعدل بمعنى كلمه متعدل، متشال منه حاجات ملهاش لازمه. وبعد كده هتدوس على كلمه انستول يا عزيزي المشاهد، او لو انت عايز تعمل له انستولر او اللي انت تعمل له بيلد بالشكل دوت كده تمام، هتدوس على سيف، ويبدا ان هو يبني لك الدرايفر دوت في شكل اكسي اللي انت تستخدمه على كذا جهاز او تسطب الدرايفر ده عادي جدا. فانا هنا مثلا هسيبه ان هو يبني الدرايفر دوت عادي جدا، وبعد كده عزيزي المشاهد تستعمله اللي انت تسطب كانك بتسطب درايفر عادي جدا زي اي درايفر بتاع نيفيديا تمام، او كانك بتنزل تعريف كارت الشاشه بتاع نيفيديا عادي جدا. وهتلاقي الدرايفر نزل معاك بالشكل دوت كده. عزيزي المشاهد تقدر انت تنزله وتسطبه كانك بتسطب اي درايفر بتاع نيفيديا عادي جدا. وبعد كده هتيجي عند الدرايف نيفيديا انسبكتور بالشكل دوت كده عزيزي المشاهد، تفتحه بالشكل دوت كده، وكل اللي عايزك تعمله اللي انت تعمل امبورت لليوزر بروفايل بالشكل دوت كده، تدوس على امبورت بروفايلز وتختار التيك بايتس بروفايل، تفتحه بالشكل دوت كده، هيجيب لك الايرور دوت لا تقلق من اي شيء. فبسيطه جدا هتدوس على اوكي، وبعد كده هتدوس على ابلاي تشينجز، وكده انت مش محتاج اي حاجه من هنا تاني. وبعد كده الريجستري تويكس ببساطه جدا نفس الكلام، هتعمل الريجستري دي بالشكل دوت كده، وبعد كده تدوس يس. وبعد ما عملت لهم ابلاي كلهم ببساطه جدا تروح على الافينيتي تول، هتفتحها بالشكل دوت كده، تدوس دبل كليك او تعملها ران از ادمنستريتور، وبعد كده عزيزي المشاهد هتدوس على انفيديا او هتروح لكارت الشاشه بتاعك سواء انفيديا او اي ام دي تمام. خلينا ننزل كده، اول ما تجيب لك الايرور ده اعرف ان انت وصلت على كارت الشاشه بتاعك تمام بالشكل دوت كده. كل اللي عايزك تعمله عزيزي المشاهد اللي تدوس على كلمه ادفانسد وتختار اول بروسيس ان ماشين تمام. ده ببساطه جدا بيحل لك مشكله في الالعاب اللي انت تيجي مثلا تلاقي ان المعالج مش مستخدم بنسبه مثلا 80 90% في الالعاب، او بالمعنى الاصح تلاقي كارت الشاشه مش مستعمل كله في الالعاب، بيحل لك المشكله دي. بعد كده تدوس اوكي، وبعد كده اوكي، وهيقول لك ان انت عايز تعمل ريستارت للجهاز دلوقتي، هتدوس نو تمام، وبعد كده اوكي، وبعد كده اوكي تاني. وبعد كده عزيزي المشاهد كل اللي انت تعمله اللي انت تدوس على دون كده، انت مش محتاج تعمل اي حاجه تاني. وبعد كده عزيزي المشاهد هتخرج من انفيديا جي بي يو تويكس بالشكل دوت كده، هتروح على الجيم لانشر تويكس تمام. خلينا نكمل بقى في النسخه بتاعتي لان احنا مش محتاجين النسخه الفيرتشوال ماشين. اول حاجه عزيزي المشاهد هتيجي عند فالورنت وفورتنايت، لو انتوا عملتوا ال 50 لايك هنزود جيمز اكتر واكتر. فزي ما انت شايف عندك في فورتنايت هنا هتفتح بالشكل دوت كده. اول حاجه هتفعل الاوبشنين دول بالشكل دوت كده، كليك يمين ميرج، ونفس الكلام يس يس. لو عايز تعرف بيعملوا ايه بسيطه جدا، كليك يمين اديت، وهتلاقي تعديلات لفورتنايت مخصوص تمام بالشكل دوت كده. وبعد كده هتدوس على الايبك جيمز لانشر تويك. بسيطه جدا عزيزي المشاهد هتاخد التكست دوت وتروح تحطه في اللانش سيتنجز بتاعه فورتنايت. فبسيطه جدا خلينا نفتح ايبك جيمز وهتروح على اللايبراري، وبعد اللايبراري عزيزي المشاهد هي طبعا فورتنايت بتعمل ابديت، فخلينا نطبق على مارفل رايفلز، ونفس اللي انا هعمله على مارفل رايفلز هو اللي انت هتعمله على فورتنايت تمام. بسيطه جدا هتدوس على الثلاث نقط دول، وبعد كده مانج، وبعد كده هتيجي في اللانش اوبشنز هتفعلها بالشكل دوت كده، وتاخد التكست اللي احنا عاملينه لفورتنايت بالشكل دوت كده كنترول سي، وبعد كده كنترول في هنا بالشكل دوت كده. وبعد كده عزيزي المشاهد انت مش محتاج تعمل اي حاجه تاني. بسيطه جدا دي برضو هتحسن معاك الاف في اس بشكل كبير جدا، ولكن دوت بدل ما انا عامله على مارفل رايفلز انت هتعمله على فورتنايت. ونفس الكلام في فالورنت هتفعل الاوبشنين دول بسيطه جدا، كليك يمين وميرج وهتدوس يس يس تمام. بسيطه جدا هم ظاهرين من اسمهم عشان الكلاينت والسيرفيس بتاعت رويت ما تسحبش كتير من الجهاز بتاعك وانت بتلعب.
فده هيحسن معاك الاف في اس. واخر حاجه معانا عزيزي المشاهد هي الماوس اند كيبورد تويكس. بسيطه جدا، هتيجي عند الكيبورد هتدوس على الكيبورد سيتنجز. بسيطه جدا، كل اللي عايزك تعمله هنا ان انت تخلي الريبيت ديلي على شورت والريبيت ريت على فاست، وبعد كده اوكي. وبعد كده عزيزي المشاهد الماوس وهتدوس عليها بالشكل دوت كده، هتفتحها، واول ما تفتح معاك هتظهر التعديلات دي بالشكل دوت كده زي الماوس سبيد والثريش هولد. بسيطه جدا، هتخلي معاك الماوس اسلس وانعم في الالعاب، ولكن انا لو افضل ان انت تعمل الموضوع دوت لو انت اوريدي متعود على الايم بتاع الماوس بتاعتك في الالعاب زي فالورنت والحاجات دي كلها. فبسيطه جدا هتفعله بالشكل دوت كده. وبكده عزيزي المشاهد تكون انت خلصت الفري باك بتاعتنا، ولكن تقدر تستخدم برنامج التيك بايتس تويكر اللي هو هيبقى معاك بالشكل دوت كده، فتقدر تستعمله وتخش يا باشا تعمل كل التعديلات بتاعتك وتعمل تعديلات اكتر واكتر وتاخد اف اس اكتر واكتر. فزي ما انت شايف عزيزي المشاهد، خلينا نعمل لوج ان. اول ما يفتح معاك بالشكل دوت كده، هتلاقي تعديلات اكتر واكتر، وكمان هتحسن معاك الاداء، وكمان هتلاقي تعديلات معموله كستمايزد للالعاب بالتحديد. يعني مثلا فورتنايت وباتل فيلد، وهتلاقي العاب كتير معموله سيتنجز خاصه بيها هي. فزي ما انت شايف عزيزي المشاهد طبعا هتلاقي تعديلات كتير 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 جدا، وكمان في جزء كبير فري في البرنامج. الجنرال والويندوز تويكس كلهم حرفيا فري، يعني انت مش محتاج ان انت تشتري البرنامج، لا انت هتخش تفعل كل التعديلات دي، هتفرق معاك جامد جدا في الاداء في الالعاب. هتخش تفعلهم وتتعامل عادي جدا، وانا مفعلهم اوريدي، ولكن اصلا كنت بعمل شويه تعديلات في البرنامج فالموضوع لسه جديد يعني. ولكن ببساطه جدا كل اللي انت عايز تعمله كيبورد تويك تفعلها بالشكل ده وكده، هتلاقي كل التعديلات بتاعت الكيبورد اتعملت وكل حاجه اتعملت حرفيا. فزي ما انت شايف التعديل اتعمل وكله بقى زي الفل تمام. فلو وصلت معايا لحد هنا ولسه مكمل لحد هنا، هتلاقي كود كده مستخبي في الديسكربشن، وده ببساطه جدا اشتراك شهر مجاني لبرنامج تيك بايتس تويكر لاول واحد هيستخدم الكود دوت. هتلاقي اللينك الكود ده مستخبي في الديسكربشن. بسيطه جدا، عشان تستعمل الكود دوت هتفتح برنامج تيك بايتس تويكر بالشكل دوت كده، وبعد ما تفتحه كل اللي انت تعمله عند الاكتيفيشن كود هتكتب الكود وانت بتعمل لوجن، والف مبروك عليك يا صاحبي، اول واحد هيستخدم الكود دوت. بسيطه جدا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وكده نكون عملنا كل التعديلات او التويكس في الويندوز، بقت كده معاك اداء خرافي. ولو الفيديو ده وصل ل 50 لايك هنحط تويكس اكتر في التويكنج باك المجانيه، بالاضافه للتويكس اللي موجوده ببلاش في تيك بايتس تويكر. بص يعني هتلاقي كميه تويكس، بحر تويكس كده تمام. فدي الباك بتاعتنا بسيطه جدا، تقدر اللي انت تنزلها من اللينك اللي في الديسكريبشن وتعيش. واشوفكم الفيديو الجاي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب الجميل، وتقولي في الكومنتات الاداء فرق معاك ولا لا. وبدون كلام كتير اشوفك الفيديو الجاي.